أمامنا مباريات مهمة يا حسن. حتى ريكارد دخل الملعب. احنا متقدمين بالثلاثة، احنا فايزين ثلاث نقاط لنا في هذه المباراة، وبالتالي مش معقول يعني النشاط يعني حتى لو كان تجاوز من جانب لاعب المنتخب التايلندي لابد أن تكون هناك حكمة. الحكمة مطلوبة. لاعبي المنتخب التايلندي يعني أكيد أنه أعصابهم فلتت أعصابهم بسبب الخسارة الثقيلة، لكن حكم المباراة أتمنى أن لا يعطي بطاقة حمراء لأي من اللاعبين، وبالتالي يتحدث الآن مع المساعد. بالتالي كان في اشتباك من كل اللاعبين والحكم. الكرة الماضية لاحظوا ضرب لم يتمالك أحمد عطيف نفسه للتدخل في الكرة الماضية. يضربون نور في اللقطة الماضية، وبالتالي أحمد عطيف أيضا، وبالتالي حكم المباراة يعطي خطأ. والحمد لله مرت الأمور على خير. احنا محتاجين كل لاعب في المباريات القادمة. السعودية 5 نقاط الآن، خطأ للمنتخب السعودي، والوقت يمر إلى 6 دقائق. والحكم لا زال يتحدث مع المساعدين يتشاور مع مساعدينه في اتخاذ القرارات باشتراك في اللقطة الماضية. لكن بصراحة يعني لم يكن هناك من جانب لاعبي السعودية ضرب واضح كان، وربما يعني نشاهد بطاقات صفراء أو بطاقات لا نتمنى أن نشاهد بطاقات حمراء للمنتخب السعودي. وبالتالي الحكم الآن يذهب ليتحدث مع الحكم الرابع ريكارد. حكم المباراة تطلب منه أنه يذهب إلى مكانه ويتحدث مع الحكم الرابع أنغي كايلام. 3 للسعودية. نايف براسه الذهبية سجل الهدف الأول، وتسلم راسك يا نايف. الفرادي بقدمه الفولاذية مر وسجل هدف جميل جدا، بينما الكابتن نور يعزز الهدفين بهدف ثالث من نقطة الجزاء. وبالتالي السعودية 3 نقاط إلى النقطة الخامسة في المرتبة الثانية خلف المنتخب الأسترالي اللي يملك 9 نقاط. استراليا عندها 9، السعودية عندها 5. أصبحت حتى استراليا مهددة بأن تخرج، لكن استراليا إذا ما انتصرت على تايلاند في الجولة القادمة فإنها ستتأهل رسميا، بينما تبقى مباراة عمان والسعودية هي المباراة الفاصلة. يتجه لاعب المنتخب التايلندي طرد لتيراتون لاعب المنتخب التايلندي بالبطاقة الحمراء. وين الحكم؟ اعطونا الحكم. طرد للاعب المنتخب التايلندي بينما يتجه ليمنح البطاقة الصفراء لأحد اللاعبين على خط البدلاء، ويمنح بطاقة صفراء. يهدي لاعبين تشايفر. منتخب التايلندي عنده مباراة مهمة أمام استراليا، إذا ما خسرها سيودع التصفيات. بينما السعودية مع عمان الشقيقان يلتقيان في الرياض يوم الثلاثاء القادم الساعة 7:30 بتوقيت السعودية. سيتقابل الشقيقان في مباراة مفصلية، في مباراة جابوا اللقطة وطرد بالبطاقة الحمراء. نعم طرد، وشاهد الحكم المساعد تيراتون يستحق البطاقة الحمراء بعد أن ضرب حسن معاذ، بينما كرة عند نور. صافرة حكم المباراة. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر الجزيرة الرياضية، هذا هو الوضع الطبيعي. نعم السعودية في المرتبة الثانية
بعد انتصار على تايلاند في الجولة الرابعة من تصفيات المرحلة الثالثة. 3 للسعودية لا شيء تايلاند. اذا السعودية الى 5 نقاط خلف منتخب استراليا اللي عنده 9 نقاط، بينما تايلاند يبقى ب4 نقاط وعمان ب4 نقاط. المباراة القادمة للسعودية امام الشقيق العماني في الرياض يوم الثلاثاء القادم. الف 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 مبروك لكل السعوديين ولكل العرب اللي سجلوا نتائج ايجابيه في هذه الجوله الرابعه في يوم 11/11/2011. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، سعدت بصحبتكم الى نلقاكم في مناسبات قادمه. اما الان فإلى الزميل عبد العزيز البكر في الاستوديو التحليلي. شكرا للزميل حماد العنزي. ايضا نحن